اللهم ربنا إنك تعلم علم اليقين أننا سعينا إلى صاحب هذا الضريح المغفور له الحبيب بورقيبة الزعيم الأبي والمجاهد الوفي لنترحم عليه بفاتحتك القرآنية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفاء لما قام به نحن بورقيبة لفائدة هذا الشعب من تضحيات وما حققه من إنجازات إلى الآن نحن الشعب التونسي يتمتع بها، ومن الضروري أن نحافظ على هذه الإنجازات والإصلاحات ونواصل بنفس الروح وبنفس التضحية وكذلك أيضا بنفس الرؤية الواضحة حتى تخرج تونس من الوضع اللي هي فيه وتلتحق شيئا فشيئا بركب الدول المتقدمة. وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على أبناء تونس بعزيز.
يا تونس يا تونس يا تونس، فيخ يا تونس. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله وبتوفيق منه نفتتح الحملة الانتخابية الرئاسية التي سيحسم الأمر فيها إن شاء الله يوم 23 نوفمبر القادم. ونحن نعقد هذا الاجتماع العظيم في رحاب المازري الإمام المازري وأمام ضريح المجاهد الأكبر لحبيب بورقيبة، الرجل الذي ضحى من أجل تونس بشبابه وصحته وحريته، فأخرجها من ربقة الاستعمار وخلصها من ربقة الاستعمار، وحرر المرأة من الجهل والتخلف، وبنى دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وقبل أن نأتي إلى هذا اللقاء العظيم رأيت من واجبي ومن الأمانة التي أتحملها قال عليها سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الأمانة تحملها لحبيب بورقيبة وأحسن تحملها وأحسن النتائج التي حققها لهذا الشعب التونسي. قبل قلت أن نبدأ هذا الاجتماع زرت الضريح، ضريح الزعيم لحبيب بورقيبة، فتلونا جميعا فاتحة الكتاب على ضريحه، ولكن وقفت وقفة تأمل واعتبار، فغامرتني الذكريات من اليوم الذي تعرفت عليه وغير سلوك حياتي من ذلك اليوم إلى هذا الوقت، وتذكرت كل المواقع وكل الذكريات وكل الدروس التي أعطاها للجيل الذي كنت أنتمي إليه وأنا منهم. والدرس الأخير الأول والأخير: الدولة التونسية هي الأساس، لابد أن تعملوا جميعا على ضمان وجودها واسترجاع هيبتها حتى تتمكنوا من مواصلة السير مهما كانت الصعوبات، لتضمنوا إشعاعها وتضمنوا أيضا ديمومتها. ولذلك فإن هذه الوظيفة الهامة هي موكولة لشباب تونس نساء ورجالا، ووظيفتنا نحن الجيل الذي عمل مع بورقيبة وعملت معه 35 سنة هي تهيئة الجيل الجديد ليضمن الديمومة لهذه الدولة ويضمن لها مزيد من التقدم والرقي إلى أن تلتحق بالدول المتقدمة
التي تقدمتنا ونحن متأخرين عليها، وخاصة في الثلاث سنوات الأخيرة. لا بد أن تسترجع الدولة هيبتها، وهذا دورنا ولكن لن تسترجع الدولة هيبتها إذا كان المسؤول الأول ما يكونش يلم التونسيين بجميع أنواعهم وأصنافهم وتوجهاتهم. يلزم يكون رئيس الوحدة القومية التي بنينا بها الدولة التونسية وحررنا بها البلاد بدون استثناء وبدون إقصاء، مهما كانت الخلافات التي شبت بيننا. ولهذا دورنا الأول إرجاع الدولة لكل التونسيين.